والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن شاء الله نقرأ في هذه الرسالة الطيبة المباركة النافعة بإذن الله عز وجل، وهي عبارة عن كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى. وتتعلق هذه الرسالة ببيان ما يتفضل أو ما يفضل به دين الإسلام على غيره، وبيان وجوب الدخول فيه ووجوب اتباع السنة، والتحذير من البدع، وبيان ما بدأ به الإسلام وما سيرجع إليه من الغربة، وأيضا تعليق الإمام ابن باز رحمه الله تعالى على هذه الرسالة الطيبة النافعة، تعليق يسير. ونقرأ قراءة سريعة، لا نعلق على كل شيء لأن فقط وقت قصير. نقرأ أولا الباب، تعليق شيخ ابن باز رحمه الله تعالى على هذا الباب، ونذكر أشياء إضافية إذا احتاج الأمر لذلك. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. وسميت هذه الرسالة بفضل الإسلام، مع أنها اشتملت على التحذير من البدع ووجوب الدخول في الإسلام ووجوب اتباع السنة، لأن أول باب فيها هذا فضل الإسلام، سميت لأن أول باب فيها باب فضل الإسلام. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. باب فضل الإسلام وقول الله تعالى. هذا هي طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، أنه في جميع كتبه ورسائله، الأصول الثلاثة والقواعد الأربع والأصول الستة وغير ذلك من الرسائل والكتب والمؤلفات لهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، دائما ما يكون فيها قال الله وقال رسوله، ويذكر أقوال السلف، لا يأتي بكلام من عندي من عنده، إنما قال الله وقال رسوله وقال الصحابة السلف رضوان الله عليهم ورحمهم الله امتازت مؤلفاته بهذا الشيء. ولذلك ذكروا عن رجل من الهند، عالم من علماء الهند، كان يبغض الشيخ محمد بن عبد الوهاب، معروف أنهم يشوهون سمعته عند الناس بأنه جاء وأنه فعل وأنه إرهابي وغير ذلك من الأكاذيب والأباطيل. فبعض الناس هذا الرجل، هذا العالم، ما كانوا يحذرون حتى لا تقرأوا كتبه، لا، إلى الآن الصوفية وغيرهم يحذرون من كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي
رحمه الله تعالى، لأنها تبين يعني خطأ ما هم فيه وما هم يعني وما يعملونه بأدلة، ليس بكلام من عندي يعني من عنده، إنما بأدلة قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة ويعني سلف الأمة. يعني درس وهم يقولون لا تقرأ ولا تنظر إلى كتبه، فجاءه رجل وقال له يعني كتاب التوحيد لشيخ محمد، قال لا هذا رجل ضال لا نقرأ الكتب، ففعل حيلة، أخذ كتاب التوحيد وأخرج الغلاف، اسم الشيخ محمد عبد الوهاب في بداية الكتاب صح؟ المؤلف قطع مزق وأعطاه الكتاب من يعني بداية كتاب التوحيد، ما فيه ذكر من المؤلف. قال لمن هذا؟ قال اقرأه. فأخذه ذلك الرجل وهو يعني عالم، يعني شيخ عنده علم، فقرأ الكتاب إلى أن أكمله. قال لمن هذا؟ هذا كتاب جيد ونافع. قال له هذا اللي شيخ محمد بن عبد الوهاب. قال هذا كتابه؟ قال نعم هذا كتابه. يعني استغرب تعجب، ثم بعد ذلك ترك يعني هؤلاء يعني طريقتهم التبليغ والصوفية، ترك منهجهم وترك طريقهم ورجع إلى يعني يقرأ كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ورجع إلى أهل السنة. فأهل يعني البدع يحذرون من كتب هذا الشيخ، ومن أعظمهم يعني الصوفية. قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. باب فضل الإسلام وقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، سيأتي معنا في التعليق. قال وقوله تعالى يقول يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. قال وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. قال وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين من؟ اليهود والنصارى، منهم اليهود والنصارى. قال كمثل رجل استأجر أجراء، أخذ أناس للأجرة يعملون معه، فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار، أي من الصباح إلى يعني نصف النهار، إلى يعني الزوال أو قبل الزوال، الظهر قبل الظهر. قال إلى نصف النهار على قيراط واحد فقط، فعملت اليهود. ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط وقت طويل، فعملت النصارى. ثم قال من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، وقت قصير وأجر كثير. اليهود وقتهم طويل والأجر قيراط قليل، النصارى أيضا وقت طويل وأجر قليل قيراط. وهذا يعني الأخير الرجل الثالث من يعمل من العصر إلى غروب الشمس، وقت قصير وأجر كثير. هذه الأمة. قال إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، فأنتم هم، أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فغضبت اليهود والنصارى، غضبوا قالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجر، نعمل كثير والأجر قليل، نعمل كثير والأجر قليل، وقتنا كثير وأجرنا قيراط فقط. قال وأقل أجرا، قال أي هذا الذي استأجرهم هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا لا، حقكم معكم، يعني العمل وإن كان طويل لكن العادة أن هذا هو الأجر لكم فقط. العامل من هذا الوقت إلى نصف النهار يأخذ قيراط،
من باب ضرب المثال، باب ضرب المثال. هذا العادة. هل ظلمتكم؟ لا، ما نقصتكم من حقكم شيء، ما نقصتكم من حقكم شيء. قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء، فذلك فضلي أوتيه من أشاء، أي أن الله عز وجل هو الذي يخاطبهم، كأن الله هو الذي يخاطبهم. وكذلك يعني هذا الذي استأجر يقول هذا أنا أزيد من أشاء، أنا هذا الأجر حقكم قيراط، لكن الفضل زيادة أعطيه من أشاء. فالله عز وجل جعل اليهود يعملون كثير وأجرهم قليل، والنصارى أيضا يعملون كثير وأجرهم قليل، يعني على القدر العمل. لكن هذه الأمة تعمل قليل والأجر كثير. ولذلك يعني من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن يعني جعل، مع أن يعني أعمارهم قصيرة، لكن جعل لهم أعمال أجورها كثيرة، مثل ليلة القدر قيامها خير من 1000 شهر، قيامها خير من 1000 شهر، وغير ذلك من الأعمال كمواسم يعني الخير، ليلة القدر، وكذلك العشر الأول من ذي الحجة، وغير ذلك من مواسم الخير. فهذا من فضل الله عز وجل ورحمته على هذه الأمة، أن جعل يعني كانت أعمارها قليلة لكن الأعمال لها أجور كثيرة. قال وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت أي عيدهم، أضل الله أي أبعدهم الله عز وجل، ولم يوفقهم لأن يكون يوم الجمعة عيد لهم. قال وكان للنصارى يوم الأحد عيدهم، يوم الأحد. قال فجاء الله بنا لهذه الأمة فهدانا الله ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. آخرون قال العلماء معناه يعني يشمل معنيين: الآخرون أي أننا آخر رسول رسل إلينا، آخرون باعتبار الرسل، باعتبار الرسل أن آخر الرسل وخاتم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هذه الأمة. وقيل معنى آخرون أي بالنسبة إلى يوم القيامة، هذه الأمة تبقى إلى قيام الساعة. فمن ما من الله عز وجل على هذه الأمة، ومما يعني جعل لها الفضل، أن هدى هذه الأمة ليوم الجمعة عيد، جعلت عيد للمسلمين، فهو أفضل أيام الأسبوع، يعني يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، فيه خلق آدم، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، كذلك تقوم الساعة يوم الجمعة. قال وفيه تعليقا عن النبي، أي تعليق أي حديث معلق، هذا يعني في باب الحديث. قال وفي تعليق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. انتهى هذا الحديث. حنيفية هي ملة إبراهيم، السمحة أي السهلة اليسيرة، ليس فيها مشقة. فدين الإسلام دين يسير وسهل، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إن الدين يسر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. والمراد باليسر أن أحكامه فيها يسر وفيها تخفيف، فيها تخفيف، كما يعني التخفيف عن المسافر له الفطر وله القصر في السفر. ليس معناه يسر
أن نخالف شرع الإسلام، أن نخالف دين الإسلام، نرتكب الحرام نقول الدين يسر. لا، هذا باطل، هذه حجة إبليسية، حجة شيطانية، حجة شيطانية. كما يعني الآن المرأة تخرج بدون حجاب، ولماذا؟ الدين يسر، الدين يسر، الدين يسر، نعم، فيما رخص الله عز وجل فيه. إذا نظرنا إلى دين الإسلام، شرائع دين الإسلام، الأمر بالواجبات والنهي عن المحرمات، رأينا أن فيه يسر. مثلا يعني الدين يسر في باب الصلاة، في باب الصلاة للمريض، إن لم تستطع قائم فصلي قاعد، فإن لم تستطع فصلي على جنب. هذا هو اليسر. ليس اليسر أن ترتكب المحرم، ليس اليسر بأن يرتكب المحرم ثم يقول الدين يسر، لا، هذه حجة شيطانية، حجة إبليسية. قال: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، أي بالطريق المستقيم، الصراط المستقيم، كما سيأتي معنا في تعليق شيخ ابن باز رحمه الله تعالى. قال: فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة، أي على الصراط المستقيم، على الصراط المستقيم، على الطريق القويم، على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وعين بكت من خشية الله لا تمسها النار، لا تمسها النار. ثلاثة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمسهم النار، وفيه وعين بكت من خشية الله، وعين بكت من خشية الله. وإن كان عمله يسير لكنه على الطريق الصحيح وعلى الصراط المستقيم، فهذا الذي هو المستفيد، هذا هو الذي هو على الهدى، والذي له النجاة، والذي سلك طريق النجاة. قال: وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها فهي كذلك إذ أصابتها ريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. نعم، يعني ليس من عبد على الطريق والنهج القويم، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبتدع ولا ينحرف عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي بأشياء لم تأتي في كتاب الله ولم تأتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعملها الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم، فجاء يعني أمور مبتدعة، صلوات أو ذكر أو غير ذلك. فإذا كان جاء بأمور يعني بالبدع وإن كثرت الأعمال، فهذا لا يستفيد، هذا لا يستفيد، بل تكون يعني وبالا عليه. الله عز وجل يقول: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. جاء عن عمر وعن غيره وذكر أهل التفسير عاملة ناصبة، أي تعمل وتتعب، تكثر من العمل، ولكن ماذا؟ عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، كثيرة العمل ولكن ليس على الصراط المستقيم، كثير العمل لكنه ليس على الصراط المستقيم، هذه تصلى نار حامية والعياذ بالله. فمن كان على الطريق وإن كان عمله يسير فهذا يعني ترجى له الجنة، يرجى له الجنة والنجاة، وهو سلك طريق النجاة. وإن كان الرجل على خلاف السنة وإن عمل أعمال كثيرة فهذا لا يقبل منه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما سيأتي معنا. قال: فهي كذلك إذ أصابتها ريح فتحات عنها ورقها. قال: وإن اقتصادا، أبي بن كعب يقول: وإن اقتصادا أي عمل يسير، عمل يسير في سبيل وسنة، على الطريق
الصحيح على الصراط المستقيم خير أفضل من اجتهاد في خلاف سنة وسبيل. نعم، ليس التفضيل هنا من باب أن العبد مخير، لا، أنه له أن يعمل على السبيل السنة قليل، ولو أن يعمل على خلاف فهذا أفضل فقط من باب الأفضل، لا، بل يعني هذا مردود عليه عمله، لا يقبل العمل وإن كثر، وإن يعني صلى صلاة كثيرة وذكر الله كثيرا، ولكن على غير نهج النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يقبل منه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، أي نوم العقلاء والذين هم على الطريق المستقيم، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نومهم يجعلون نومهم عبادة، يجعلون نومهم عبادة. قال: كيف يقبلون سهر الحمقى وصومهم، أي هؤلاء غيرهم يسهر ويعني ويصوم، يسهر الليل ويصوم النهار، ولكن على غير نهج النبي صلى الله عليه وسلم، هم على غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم يعني سماهم الحمقى، أنهم يسيرون على غير الطريق المستقيم، يأتون بأشياء يعني لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدعة. فهؤلاء الذين ينامون وهم على السنة، وهم على السنة، يعني معنى هذا الكلام، معنى كلام أبي الدرداء رضي الله عنه، أن من كان على الطريق، مثل حديث يعني مثل كلام أبي بن كعب، من كان على الطريق على نهج النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بالسنة، وإن كان عمله يسير، أفضل ممن كان على غير السنة ويأتي بعبادات ويعني أعمال كثيرة ولكنه على غير السنة. لماذا؟ لأن هذا العمل مقبول ويؤجر عليه ويضاعف، وهذا العمل مردود لا يقبل، هذا العمل مردود لا يقبل، بل يعاقب لأنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. جاء في لفظ يعني زيادة: وكل ضلالة في النار، والعياذ بالله. قالوا: كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المقترين. أي هذا بمعنى الكلام المتقدم، أن من كان على الطريق وعلى الصراط المستقيم وإن كان عمله يسير أفضل ممن أكثر من الأعمال ولكن على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم معنا أن الأفضلية ليس أنه مخير، لا، وإنما بيان أن العبد الواجب عليه أن يسير على الطريق المستقيم وعلى نهج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أنه يريد زيادة في العمل، أنه يريد زيادة في العمل. فالدين كامل، الدين كامل كما قال الله عز وجل في هذا الباب: اليوم أكملت لكم دينكم. ما يحتاج إلى أن تأتي بعبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. قم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يكفي، قم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يكفي. إذا قمت بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فلن تجد وقت للزيادة التي لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قمت بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنت تؤجر وتضاعف أعمالك. أما إذا أتيت بأشياء وهذه يقول بنية طيبة: أنا أريد العبادة، أنا أريد الذكر، أنا أريد الصلاة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه العبادة؟ لا. لماذا أنت تعمله؟ أنا أريد الخير. طيب أنت يعني أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في باب الدعوة ولم يعني يجتهد؟ النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تقدم، غفر له ما تقدم من ذنبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، تتشقق قدماء النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء يعني عن عائشة وعن غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر،
ويفطر حتى يعني يقول القائل كما لا يصوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله عز وجل، وأنت تأتي بأشياء لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أنا أريد أن أعبد الله، أنت أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. يقال بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يعني بلا منازع بلا شك، لن تبلغ حتى الثرى الذي دعس عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمنزلة. فلماذا تأتي بهذه الأشياء؟ لماذا تتعب نفسك على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من تزيين الشيطان، من تزيين الشيطان للعباد، وهذا من طرق إغواء الشيطان لبني آدم وتضليلهم. إذا رأى أن الرجل عنده همة في العبادة، يريد أن يعبد الله عز وجل، عنده قوة في شأن العبادة، جاء به بطريق البدع. زيد في الأعمال، أنت في خير وأنت لا. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. مهما عملت من الأعمال، صمت النهار، قمت الليل على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت الله ليلا ونهار على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كل العمل ما يقبل، مردود. من قال ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قد يقول قائل يعني من هؤلاء بسبب جهله وبسبب تزيين الشيطان له: أنا أعبد الله، كيف يعني لا تقبل أعمالي وكيف أعذب؟ يقال له: أنت ستعذب. كيف أعذب؟ يقال له كما قال الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي الله عنه: لن تعذب بعملك، إنما تعذب بمخالفتك لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بهذه العبادة، أنت خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذن تعذب بمخالفتك لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأصل العبادة، لأنك خالفت النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعليق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: قال المقصود من هذا، أي المقصود من هذا الباب، أن الله جعل هذا الإسلام هو أفضل الأديان، وهو دين الله الذي به السعادة والنجاة، وأن العبد لو تمسك به واستقام عليه له الجنة والكرامة. فبين المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب فضل الإسلام من أمور، فضل الإسلام على غيره من يعني من الأديان، من يعني دين يعني النصارى، دين اليهود، وعلى غيره من الأديان التي قبله. وأيضا بيان فضل أهل الإسلام، اشتمل هذا فضل أهل الإسلام، أهل الإسلام أنهم يعني خير من غيرهم، كما قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وفي الحديث: عمل اليهود من غدوة من الصباح الباكر إلى نصف النهار على قيراط، والنصارى من نصف النهار إلى العصر على قيراط. وهذه الأمة أمة الإسلام، أي معنى الإسلام الخاص، لأن الإسلام على نوع: إسلام عام الذي أرسلت به جميع الرسل، وإسلام خاص الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعملت من بعد العصر إلى غروب الشمس على قيراطين، دل على أفضلية هذه الأمة، وأنهم يعني فضلوا لأنهم حملوا هذا الدين، لأنهم حملوا دين الإسلام. قال: وأن العبد لو تمسك به واستقام بدين الإسلام واستقام عليه له الجنة والكرامة، وأن اجتهادات العبد في صلاة أو صوم أو غير ذلك على غير السنة لا ينفعه بل يضره. قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين الإسلام كامل لا يحتاج إلى زيادة، فمن زاد كذب بهذه الآية، زعم أن الدين ناقص، ومن زاد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يتلفظ، اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ ونقص في التبليغ، نقص في باب التبليغ والعياذ بالله. وهذا يعني نذير شر،
هذا مسلك خطير، هذا مسلك خطير، لأن من اتهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر، ومن اتهم دين الإسلام بأنه ناقص هذا كفر. دين الإسلام كامل. فمن يعني جاء بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي في القرآن فهو مكذب لهذه الآية، كأن دين الإسلام ناقص. يقول لا، نحن نزيد، نحتاج إلى زيادة في دين الإسلام، نحتاج إلى زيادة. قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم، ومن يبتغي غير الإسلام، غير الإسلام أي الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلن يقبل منه. هذا في أيضا التحذير من البدع، هذه الآية فيها التحذير من البدع، من الإتيان بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي في دين الإسلام، صلاة أو صيام أو أي عبادة من العبادات لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فهي ليست مقبولة، ليست من دين الإسلام، فهي ليست مقبولة، فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن اجتهاد في غير سبيل وسنة سبب للخسران، سبب للخسران وسبب للولوج في النار والعياذ بالله. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، اجتهدت في العبادة لكن على غير الطريق المستقيم. قال فالواجب على جميع المكلفين التمسك بالإسلام والاجتهاد في طاعة الله عز وجل، هذا هو طريق النجاة. نعم، تمسك بدين الإسلام، الاجتهاد في الطاعة، والذين جاهدوا فينا وغير ذلك يعني فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة. أمر الله عز وجل بالمسارعة والمسابقة، الاجتهاد بمعنى الاجتهاد في طاعة الله عز وجل. قال هذا هو طريق النجاة، هذا هو الطريق النجاة، التمسك بدين الإسلام. قال وهذا هو طريق السعادة. نعم، فالاقتصاد الذين آمنوا في سورة النحل ماذا يقول الله عز وجل؟ من يعمل من الصالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. طريق السعادة الإيمان بالله عز وجل. قال فالاقتصاد في الإسلام، الاقتصاد أي يعني قلة العمل، ليس معنى قلة العمل ترك الواجب، لا، ليس معنى يعني قلة العمل أن يرتكب المحرم، لا، إنما في باب المستحبات، في باب المستحبات، لا يكثر من الصلاة، صلاة النافلة أو صيام النافلة، لكنه متمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يمشي على الصراط المستقيم، فهذا هو خير وأفضل من الاجتهاد في باب البدع. قال فالاقتصاد في الإسلام والسير عليه بالقليل خير من اجتهاد فيه بالكثير في غير إسلام وفي غير سنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ففي هذا الباب، باب فضل الإسلام، يعني ملخص ما فيه بيان أفضلية هذا الدين وفضل من تمسك بدين الإسلام، وبيان أن طريق النجاة هو السير على الصراط المستقيم وعلى نهج النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان العمل يسيرا، وأن الاجتهاد في العبادة وهو على غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم هذا يضر صاحبه ويكون وبالا عليه، كما تقدم معنا قول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ليس معناه يدخل معناه أيضا في هذا أنه من يبتغي الإسلام يبتغي اليهودية أو النصرانية، يدخل في هذا. وأيضا يدخل في هذه الآية من يسلك غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بالبدع، فهذه لا تقبل منه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هناك طرق، يقول هذا دين الإسلام واحد. نعم، دين الإسلام طريقه واحد، لكن الطرق غير دين الإسلام والبدع كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما ذات مرة، وخط عن يسار يعني الخط هذا خطوطا، وخط عن يمينه خطوطا، ثم قال هذا صراط الله المستقيم لا اعوجاج فيه، صراط الله المستقيم. وهذه الطرق والسبل سبل الضلال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام على كل طريق شيطان يدعو إليها، على كل طريق شيطان يدعو إليها من شياطين الجن وشياطين الإنس، شياطين الجن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، تفرق بكم عن سبيله. طيب أظنه وقت، طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.